أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، بخصوص ما طرح بخصوص الميزانية، أنا ما لي علاقة، أنا رجال عراقي، بس نصيحة مني هذه لكل سعودي، لأنكم أغلى من روحي، ولأنكم رفعتوا رؤوس العرب كلهم في العراق وفي اليمن وفي كل البلاد العربية. أنتم وقفتم وقفة ظلم وأسود ضد إيران وضد أذناب إيران. فأقول لكم شيء واحد، يعني ميزانيتكم الحقيقية في السعودية هي حبكم الخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك الحزم صاحب المواقف المشرفة، وميزانيتكم الحقيقية الشامخة هو حبكم لحكومتكم، للملك سلمان والسمو الأمير محمد بن نايف والسمو الأمير محمد بن سلمان الحكيم الذي أبهر العالم، والسعودية لأنها وقفت شامخة أمام إيران وتحديات إيران وأمام الحوثيين أذناب إيران في اليمن، وأصبحت عز للعروبة ولكل عربي. بعض الإعلام المشوه الحاقد يحاول أن يدس بتفريق بين السعوديين وبين حبهم لقادتهم. أنا عراقي مهجر من العراق بسبب إيران وبسبب داعش المجرمة، لأن إيران وداعش وجهان لعملة واحدة. منذ سنة و4 أشهر ونحن نعيش في تركيا مهجرين، في حسرة، في قهر، تحت البرد نحن وأطفالنا وعوائلنا. ولكن عندما نرى الجيش السعودي واقف ضد الحوثيين أذناب إيران وأمام إيران، والله نعتز بالشموخ، نحس بعزة وشموخ، لأن الجيش السعودي ليس جيش السعودية فقط، جيش عربي، وعلى كل عربي أن يفتخر فيه. الجيش السعودي يبذل الدماء